أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نتحدثوا عليه على واحد الفيلم وثائقي اللي دار ضجة مؤخرا حول ملك المغرب اللي تم الترويج ديالو بشكل مغلوط من طرف الهكاويين، يعني التبونيين والجزائريين. اللي هذا الفيلم هذا كان العنوان ديالو الملك ذو الوجهين، واللي مشاو الهكاويين كينشروا الاعلان ديالو على انه غادي يكشف حقيقه ملك المغرب وبعض المغالطات. يعني راكم عارفين يعني السلبيه في سلطه الملك في المغرب. وتفاجؤوا ان يعني كتبوا بزاف يعني المنشورات ان المغرب يحاول منع نشر هذا الفيلم الوثائقي الى غير ذلك. وتفاجؤوا يعني منذ البارحة أعتقد أن ذاك الفيلم الوثائقي نشرته قناة دي دبليو على ما أعتقد تحت عنوان ملك المغرب محمد السادس حدود السلطة، اللي نشرت فيه يعني منذ بداية يعني أن الملك محمد السادس شد السلطة في 1999 إلى حدود 2023، واللي تحدثت فيه على مجموعة يعني من النقاط، منها الإنجازات اللي تحققت ومنها الإخفاقات، وحتى أيضا يعني شاركوا فيه مجموعة من يعني مجموعة من مجموعة من يعني المؤسسات، منهم المعارضين ما يخص يعني السياسة في المغرب، ومنهم أيضا يعني الإنجازات اللي داروا أيضا في المغرب في عهد يعني الملك محمد السادس. وكان يعني فيلم وثائقي يعني كيتحدثوا فيه الناس ديال المعارضين أنه باش يتبين بأن المغرب ديمقراطي، وأن الفيلم يعني فيه طويل ما شاء الله، فيه شي كذا 40 دقيقة. انا كنصح يعني الناس اللي ما تفرجوا فيه يدخلوا يتفرجوا، يعني باش يعرفوا يعني المجمل يعني المحاور اللي تحدثوا عليها. والخطير في الامر ان الهكاويين غادي يتصابوا بالازمه، لانهم كانوا كينتظروا الفيلم غادي يكون بشكل اخر وبصيغه واحده اخرى اللي كانوا كيروجوا لها قبل ما يتنشر الفيلم. وصراحة يعني ما عرفتش الحال ديالكم أيها الهكاويين كيفاش غادي يكون في هذه الفترة هذه اللي تنشر فيها الفيلم وبهذا الشكل هذه وبهذه الصيغة هذه. وصراحة بقيتوا فيا لأن لم تحققوا أحلامكم. لهذا الله يشفيكم والله يعافيكم أيها الهكاويين، أيها التبونيون. إلى هنا نحييكم عاليا وتحياتي للجميع والسلام عليكم.